هو الحريف رزاق سيسي لاعب الزمالك السابق فين دلوقتي؟ في سنة 2017 الزمالك تعاقد مع لاعب شاب ايفواري بيلعب في اسوان مميز جدا، عنده امكانيات مبشرة بشكل كبير، اسمه عبد الرزاق سيسي. لاعب لمستقبل الزمالك 19 سنة ومبشر بشكل كبير، ولكن بعد ما انضم ما قدرش ياخد عدد دقائق كبير، 6 مباريات فقط بمعدل دقائق تقريبا 3 مباريات فعليه، وفرصه انه يكمل كانت صعبه جدا. علشان يكون الحل انه يطلع اعاره للاتحاد السكندري ويلعب وياخد خبره وياخد عدد دقائق اكبر ويرجع الزمالك جاهز انه يشارك بشكل اساسي. وفعلا 3 مواسم مع الاتحاد قدم فيهم مستويات ممتازه، وكل موسم عن الثاني بيزداد خبره ومعدل مساهماته بيكون اكبر. لعب مع الاتحاد 104 مباراه، سجل 26 هدف وصنع 14، يعني 40 مساهمه في 104 مباراه بعدد دقائق اقل كتير. في الموسم الثاني صنع 3 اهداف قدام الاهلي وسجل في بيراميدز، والموسم اللي بعده سجل في الاهلي والاسماعيلي، وكان لاعب فعلا قادر يثبت انه موهبه ممتازه، علشان في موسم 21 22 يرجع الزمالك مره ثانيه. ولكن هي المشكله، اللاعب مش بياخد عدد دقائق كبير والموضوع صعب انه يكمل. 13 مباراة فقط ورحل عن الزمالك وقتها. والموسم اللي بعده انتقل للبنك الاهلي، تجربة مش افضل حاجة، سجل هدفين فقط علشان ياخدها من قصرها ويرجع بلده مرة تانية لنادي اسك ميموزا اللي موجود معاه في الوقت الحالي، واللي شارك معاه في دوري ابطال افريقيا الموسم اللي فات وقدر يسجل هدفين. وحاليا رزاق سيسي مكمل مع الفريق ده وبيقدم مستوى جيد. قول لي بقى في الكومنتات تحت، هل رزاق كان فعلا لاعب موهوب وكان يستحق فرصة مع الزمالك وكنت بتشوف انه يقدر يكسر الدنيا ولا لا؟ وقول لي الحلقه اللي جايه تكون عاملين من سلسله حلقات هو فين دلوقتي؟